بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف مع بعض طريقة عمل ضبط مصنع لهواتف شاومي. الطريقة ببساطة بنضغط ضغطة مطولة على زر الباور نقفل التليفون مع بعض. بعد ما قفلنا الهاتف مع بعض قدام حضراتكم، بنضغط على زر رفع الصوت مع زر الباور، بنضغط عليهم في وقت واحد ضغطة مطولة. أول ما بنسمع صوت اهتزاز بنشيل ايدينا على طول. هنا مع بعض بنختار تاني خيار وايب داتا، بننزل للأسفل من خلال زر اللي بيهدئ الصوت، وهنا بنضغط على زر الباور يدي اوكي، وبعدين بننزل للأسفل وبنختار وايب اول داتا، وبنضغط على زر الباور اوكي، وبننزل للأسفل نقول له كونفيرم، وبننتظر مع بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده زي ما احنا شايفين عندنا باك تو مين مينو، بنضغط على اوكي، بنرجع خطوة للخلف، بنضغط على اوكي بيرجع معانا للخلف، وبعد كده بنختار اول خيار ريبوت، بنضغط على اوكي اللي هو زر الباور، وبنضغط على ريبوت تو سيستم اوكي زر الباور، وبننتظر مع بعض. طبعا العملية بتستغرق معانا وقت، بتأخر معانا شوية اما بيفتح معانا واجهة الاعدادات الرئيسية. بدأ زي ما احنا شايفين، بدأ يشتغل معانا، انتهت عملية ضبط المصنع، وهنبدأ مع بعض في ضبط الإعدادات. هنا زي ما احنا شايفين عندنا هنا السهم، بنضغط على السهم في المكان ده، وهنا اختار اللغة، بنضغط طبعا اللغة العربية، وبعدين بنضغط على السهم المكان ده لونه أزرق في المكان ده، طبعا الدولة مصر، وبعدين بنضغط على نفس السهم. هنا طبعا بنعلم هنا موافق، وبندوس على السهم. هنا بيطلب مننا نركب الشريحة بتاع خط الاتصالات، فاحنا هندوس على السهم برضو. هنا بيطلب مننا إضافة شبكة النت، شغالها مفيش مشاكل. نضغط على اتصال، وبندوس على السهم. هنا طبعا بنضغط قبول في الأسفل، نقول له تخطي. طالب مننا قفل شاشة، نضغط على قفل الشاشة، هنقول له نختار نقش متابعة، نعمل نقش مع بعض مرة أخرى، ونضغط على السهم، نقول له حسنا. ننزل لتحت ونضغط على السهم، نقول له أوافق، وقبول ملفات تعريف الارتباط، ونقول نضغط على السهم. أنت جاهز للانطلاق، بنضغط على السهم. زي ما احنا شايفين انتهت معانا عملية ضبط المصنع، والهاتف فتح معانا قدام حضراتكم بالتطبيقات اللي عليه. لو استفدت من الفيديو ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.